سلام، كيفكن؟ اليوم رح نعمل هيدول الوصفات اللي بهاي السفرة الصغيرة. رح نبلش اول شي بالعجين. بنحط 3 كبايات طحين وملعقة سكر صغيرة. نعمل هيك فقاجورة بالنص، بنزيد عليها ربع كباية زيت ونص كباية مي. المي دافية اكيد لازم تكون. نرجع بنحط ربع معلقة ملح وبنعجنها مع بعضها. لاحظتوا انه ما فيها خميرة هيدي العجينة. ومن بس نخلص بنغطيها بنتركها ترتاح ساعة. بهالوقت بنعمل الحشوة. كان عندي شوية سبانخ غسلتهم كتير منيح وبفرمهم وبحط عليهم ملح حتى يدبلوا بسرعة. هيك برجع بعملهم، بخلطهم مع بعضهم وبعصرهم. برجع بقطع فوقهم بصل ناعم صغير. وللحشوة بحط زعتر أوريجانو كتير بطيبها، ملح وحامض وسماق، ونخلطهم مع بعضهم وزيت زيتون أكيد، وبنرجع بنصفيهم. بعد ساعة قسمت العجينة لاتنين، حتى على المجلة زيت، وبمدها كتير بتنمد وكتير سهلة. بنحط عليها كمان زيت، بنضل نمدها لحتى نصير نقشع يعني المجلة من تحتها. هيدا السر فيها انه كتير رقيقة وهيك بتقرش وكتير طيبة. بنحط الحشوة بهاي الطريقة بعد ما نصفيها أكيد، بقطعها وبلفها. هلأ بفرجيكم كيف بنلفها. هون كان مسرع الفيديو. بنحط الحشوة بالطول وبنلفها هيك لفتين بس على القد، وبنسكر الزوايا ونبرمها هيك على بعضها مثل هيك الحية. نبرمها ونخلي الفتحة يا بالنص تكون يا على الجنب، والطرف ننزله لتحت. وبقى عندي شوية عجينة خلصوا السبانخ. حط فيهم جبنة، المهم ما تكون تسوح الجبنة. حطيت فيها أنا حلوم كتير طلعوا طيبين هيك بالمستطيل. الحلوم بتكون يعني أصغر منها بشوي للعجينة. وماشي هيك بنلف على بعضها 3-4 لفات لحد خلصت العجينة. بندخلهم على فرن حامي من تحت، وبنرجع بنحمر الوجه. بنحط عليهم زيت للوجه لحتى يتحمرون. وهي الوصفة كتير طيبة باللحمة، وبنحط عليها كل الزيتات يعني هن بيكونوا زيت الزيتون. دخلناها على فرن حامي من تحت، وهيك شكلها لما طلعت كتير طيبة وبتقرش. وعملت مجدرة حمرا بنقطع، بحط بطنجرة شوية زيت ومقطع بصل كتير، ونضلنا نقلب فيهم لحتى يصير هيك لونهم قريب ليحترقوا. بنزيد عليهم مي وزيد عليهم كباية ونص عدس، بننطر لحتى يستوي العدس. لما يستوي العدس بيكون بعد في مي شوي، بنزيد عليهم نص كباية برغل خشن. بنزيد ملح إذا بتحبوا الحر كتير طيب معهم، وقرفة، شوية بهار أسود. كمية المي اللي هاي الأكلة بتعود مثلا إذا واحد بحبها مخبوصة بزيد مي. إذا بتحبوها تطلع طيبة لازم تضلكن تحطوا مي، وضلكن شايفين العدس والبرغل. بنوطي النار وبنتركها تستوي هيك تكون جاهزة. كتير طيب. حدا سلطة الملفوف، عملت ملفوف أحمر وملفوف أخضر. والتحلية كانت كيك الموز كتير طيبين. كان عندي 3 موزات مستويين، نهرسهم كتير منيح، بنزيد عليهم 3 بيض وفانيلا. يعني بنخلطهم شوي مع بعضهم لحتى يبطل مبين البيض. نرجع بنزيد عليهم كباية سكر ونص كباية زيت كمان، بنخلطهم مع بعضهم. بنرجع بنزيد رشة ملح، نص كباية مي، ومعلقتين حليب بودرة، 2 كوب طحين، وملعقة صغيرة مليانة قرفة. كتير كتير طيب القرفة بهيدا الوصفة.
نرجع مزيد عليه ملعقة صغيرة بيكنج باودر وملعقة صغيرة بيكنج صودا، ونخلطهم. هيك صار جاهز الخليط معنا. بنحطه بكيك، اكيد بنحط زيت وطحين، وبندخله على الفرن. بس يستوي بنحطه من تحت اكيد على فرن حامي من قبل، بس يستوي. يعني اخذ تقريبا شي 35 دقيقة، انتو حسب الفرن اللي عندكم. كتير طيب معه الشوكولا والجوز. بنزين الوجه وبندخله على الفرن اللي بيكون حامي، وهيك شكله لما يطلع من الفرن كتير كتير طيب. بس تحطوه بالبراد. وعملت أكلة كتير طيبة. بحط بطنجرة دجاج بقليهم، بحط فوقهم بصل وذرة وفطر ومعلقة صلصة. بحط زيد عليهم بابريكا وكمون وشوية بهار أسود وملح. بس يخلصوا بزيد عليهم رشة بقدونس، بتركهم لحتى يبردوا. بقشر بطاطا وبغسلهم أكيد وبقطعهم ولحتى وبسلقهم. لما يستووا بهرسهم بصحن، بزيد عليهم رشة ملح وأوريغانو وبابريكا. شو بتحبوا، زعتر، كمون، كل شي طيب. منكفي الهرس لحتى ينعموا على الآخر. بهالوقت بتكون بردت الحشوة. صينية منحط بأرضها، أنا حطيت صلصة مع شوية مي. انتو إذا عندكم صوص بيتزا كمان بيطلع كتير طيب. منحط ورقة نايلون بكاسة وقسمت الكمية على 4. منخليها رقيقة ومنحط بقلبها الحشوة ومنسكرها بورقة النايلون لأنه كتير بتساعد. هلا هاي أول وحدة طلعت الحشوة أكتر من البطاطا، مش مهم. نرجع منشيل شوية بطاطا ونسكر الوجه، ونرجع منعملها هيك شكلها يكون مبروم وحلو. هون كان ناقص على الوجه، حطيت زبط البطاطا. منكورها بالإيد ومنحطها بالصينية. كتير شكلها حلوة هيدي الأكلة، وطعمتها كتير طيبة كمان. منحطها بالصينية. هلا هيدي تاني وحدة كمان بنعمل مثلها. نحط حشوة بقلب البطاطا ومنبرمها. كمان طلعت ناقصة هيدي، ما بأثر منزيدهم. وهيك عملت 4. دخلتهم على الفرن. نو، حطيت أول شي على وجههم كمان جبنة. دخلتهم على الفرن وحمرت لهم وجههم. وهيدي كانت سفرتنا، كل أصنافها طيبين. إن شاء الله تكونوا حبيتون. هلأ فرجيكم كيف رتبت السفرة قبل بوقت. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الأصناف وتجربون. وهيك رتبت السفرة قبل أكيد ما بلش بالأكل. هيدول المحارم تبعوا السفرة حطيتها تحت الصحن. وهيك بحب أحط أشياء، بس مش كل الوقت أكيد بعمل هيك. طبعا لما يكون في جو حلو وفي وقت كمان. وهيك رتبت السفرة وعارفة الأصناف اللي بدي أعملها، شوية ورد وشوية شمع. وهيك كانت سفرتنا قبل ما نحط الأكلات. وإن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو وحبيتوا الوصفات. وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك للفيديو. شوفكم بفيديو جديد ووصفات جديدة، وإن شاء الله سفر جديدة. باي باي.